فقدان الشغف مش معناها إنك لازم توقّف، ومش معناها إن الحاجة اللي كنت بتحب تعملها ما بقتش مناسبة ليك، ومش معناها إن كل مرّة يبقى ما لكش نِفْس تعمل حاجة يبقى أنت اللي عندك المشكلة، ولكن في نفس الوقت في فرق كبير أوي ما بين إنك تكون فاقد للشغف، وما بين إنك تكون استُنزفت تمامًا، ولو أنت مش عارف الفرق ما بينهم ممكن تكون بتضغط على نفسك جامد أوي وأنت في أمَس الحاجة إن أنت ترتاح وتوقّف، أو العكس ممكن تبقى مستني الشغف يرجع وأنت المفروض تقوم تبدأ حالًا. والنهارده أنا مش هاقول لك إزاي ترجّع شغفك، أنا هاقول لك إزاي تستغل فقدان الشغف ده لمصلحتك. ممكن نبطّل نستخدم كلمة فقدان الشغف دي في كل حاجة؟ صحيت ما ليش نِفْس أذاكر، فقدت الشغف، ما ليش نِفْس أتمرّن، فقدت الشغف، عملت فيديو وما جابش مشاهدات كتيرة، خلاص فقدت الشغف مش هاكمّل، عملت مشروع والمشروع ده بقى مُمِل جدًا مع الوقت، خلاص أنا فقدت الشغف. لأ، ممكن تكون زهقت، ممكن تكون اتعوّدت، ممكن تكون مستني النتيجة بسرعة، ممكن تكون مش عايز تعمل أي حاجة النهارده أصلًا، ومش كل حاجة مش عايزين نعملها نقعد ندوّر لها على تحليل نفسي. أحيانًا الحل مش إنك تقعد تفهم في مشاعرك لمدة ساعتين، الحل إنك تقوم تعمل اللي وراك. في البداية كل حاجة جديدة بتبقى ممتعة، أول يوم في الgym، أول ما تبدأ المذاكرة، أول فيديو ليك، أول مشروع تعمله، وبتبقى متحمس جدًا، ولكن بعدها الحماس بيبدأ يقل. في اللحظة دي ناس كتيرة بتقعد تقول خلاص أنا فقدت الشغف، مع إن اللي حصل ببساطة هو إن الحاجة خرجت من مرحلة الجديد والمثير لمرحلة التكرار والالتزام، ودي المرحلة اللي بتفرّق ما بين الشخص اللي حابب الفكرة بس والشخص اللي فعلًا عايز يوصل للنهاية. ولو أنت كل ما الحاجة تبقى مملة تقول أنا فقدت الشغف، فأنا آسفة، أنت مش محتاج شغف، أنت محتاج تقوم تعمل اللي وراك، ومحتاج تعرف إنه بعض أجزاء الطريق مملة، ولازم تبقى قادر على الملل ده. ما فيش حلم كبير كل تفاصيله ممتعة، مش ممكن هتلاقي حاجة زي كده. ولو أنت عايز تنجح في شغلك لازم تبقى عارف إنه في أيام هتيجي تعمل فيها حاجات مملة جدًا. عايز تتعلم، في أيام هتذاكر فيها وأنت مش طايق الكتاب. عايز تعمل محتوى، في فيديوهات هتتعب عليها جدًا ومش هتجيب مشاهدات. عايز تبني جسمك، في أيام هتنزل تتمرن فيها وأنت نفسك مش قادر تتحرك، وأنت مستني إن كل خطوة في طريق حلمك تبقى ممتعة، فأنت مش مستني الشغف، أنت مستني الطريق يتدلّع عليك. بس خلّي بالك، أنا مش باقول لك اضغط على نفسك في كل حالاتك، في فرق ما بين إنك غير متحمس وما بين إنك مستنزف. فقدان الشغف غالبًا أنت مش متحمس للحاجة، بس لمّا بتبدأ فيها ممكن تندمج معاها عادي، ولسه عندك طاقة لحاجات تانية، ولسه قادر تستمتع بالحاجات اللي بتحبها، وممكن بعد فترة قصيرة يرجع لك الحماس تاني عادي. أما بالنسبة للاحتراق أو الإنهاك النفسي، فالموضوع بيبقى أعمق شوية، بتحس إنك استُنزفت كليًا وتركيزك قَل، وكل حاجة بقت تقيلة عليك، مش بس الحاجات اللي بتحبها ولكن حتى الحاجات العادية. ممكن تحس إنك مش قادر تكمّل بنفس المعدل اللي كنت عليه. هنا الحل مش في شد حيلك وخلاص، الحل إنك تبُص للحمل اللي حاطّه على نفسك، وتدّي نفسك مساحة حقيقية للراحة. وعايزة أقول لك على حاجة عني يمكن عشان أكون صريحة معاك في النقطة دي، أنا أصلًا باصوّر الحلقة دي وأنا عندي فقدان شغف، ومُحبطة من حاجات كتير، باقعد كتير قدّام الكمبيوتر وباقول لنفسي هو أنا باعمل إيه، وباعمل كل ده عشان إيه، باكتب وباصوّر وبامنتج وباحاول، وفي الآخر الفيديو ممكن ما يجيبش مشاهدات كتير، تبقى مشاهدات قليلة جدًا، ويمكن ما يبقاش في مشاهدات خالص وأنا اللي باعمل لنفسي المشاهدات دي كلّها. بصراحة كان ممكن أقول لنفسي أنا خلاص فقدت الشغف، لمّا أتحسّن، لمّا أتحمّس، لمّا أبقى حاسة إني عايزة أعمل الحاجة دي تاني، هابقى أرجع. لكن أنا لو قُلت لنفسي كده، أنا هافضل مستنية شعور ممكن ما يرجعش. عشان كده أنا باسجّل الفيديو ده دلوقتي وأنا مش في حالة الشغف اللي الناس فاكرة إن أنا عليها. يمكن دي أول مرّة أقتنع إنه الالتزام الحقيقي بيظهر في الأيام اللي ما فيهاش شغف. طيب أعمل إيه لمّا الشغف يختفي؟ أول حاجة قلِّل المطلوب منك، والله مش لازم كل يوم تعمل أعظم إنجاز في التاريخ، لو بتذاكر 5 ساعات خلّيهم ساعة، لو بتنزل كل يوم الgym ساعتين انزل 3 أيام في الأسبوع، أو اتمرّن ساعة في اليوم. لو مش قادر تبدأ المشروع كلّه ابدأ جزء صغير منه، الفكرة إن أنت ما تخلّيش يوم سيء تحوّله لأسبوع ضايع لشهر ضايع. تاني حاجة ما تاخدش قرارات كبيرة وأنت مُحبط، ودي مهمة جدًا، ما تقولش أنا مش باحب المجال ده خلاص أنا مش مكمّل في الكلية، أنا مش هاعمل تمرينات تاني، أنا مش هانزّل فيديوهات على القناة دي تاني، أنا هاقفل المشروع بتاعي. اهدى شوية، ريّح وارجع شوف الموضوع بعقل واهدى، لإنه أوقات كتيرة أنت ما بتبقاش عايز تسيب حلمك، أنت بس عايز تسيب الضغط اللي مرتبط بالحلم. لو كل قراراتك متعلقة بمزاجك فمش أنت اللي متحكم في حياتك، مزاجك هو اللي متحكم فيه. هاشتغل لمّا أبقى متحمس، هاتمرّن لمّا يبقى ليّا مزاج، هابدأ لمّا يبقى عندي نِفْس، هاعمل لمّا نفسيتي تتحسن. طيب ولو النفسية ما اتحسنتش، هتفضل حياتك واقفة؟
في حاجة مهمة جدًا، وهي إن إحنا فاكرين إنه الترتيب الحقيقي شغف، حماس، فعل، نتيجة، ولكن في الحقيقة أحيانًا بيبقى الترتيب فعل، نتيجة صغيرة، حماس، ثقة، شغف. يعني ممكن ما تبقاش عايز تبدأ، فتبدأ 10 دقايق، فتلاقي نفسك أنجزت في ال10 دقايق، فتلاقي نفسك كمّلت وخلّصت اللي وراك. عشان كده ما تستناش إن الإحساس ييجي لك، ابدأ بالحاجة الصغيرة اللي تخلق لك الإحساس ده. لو أنت بقى لك 6 شهور بتقول لنفسك أنا مستني الشغف يرجع لي عشان أبدأ، فأنت في الحقيقة مش مستني الشغف يرجع لك، أنت مستني الحياة تبقى سهلة، والحياة عمرها ما هتبقى سهلة. أنت هتتعلم تتحرك في الحياة حتى لو الظروف عمرها ما كانت مثالية. وفي الناحية التانية ما تحولش الكلام ده لازم أشتغل على نفسي مهما كنت تعبان، لازم أضغط على نفسي، لازم أكون منتج كل يوم. لأ، الراحة مش كسل، والبطء مش فشل، ويوم واحد ضايع منك مش معناها إنه حياتك كلها ضاعت. أنت مش مطلوب منك تبقى ماكينة، المطلوب منك تعرف إمتى تكمل وإمتى تهدى. فلو فقدت الشغف ما تخافش وما تستعجلش ترجع للشعور القديم، واسأل نفسك الأول هل أنا زهقت ولا استنزفت ولا فعلا الطريق ده مش من نصيبي، لأن كل واحدة ليها حل مختلف. لو اكتشفت إنك مش متحمس ما تستناش الشغف، ابدأ بخطوة صغيرة. ولو اكتشفت إن أنت مستنزف ريح، ولو اكتشفت إن الطريق ده مش طريقك غير الاتجاه. وأنا مش هقولك إن أنا سجلت الحلقة دي وأنا في أحسن حالاتي، بالعكس أنا يمكن أكتر حاجة خلتني إن أنا أسجلها هو إن أنا كمان محتاجة أسمع الكلام ده. يمكن أنت مش محتاج ترجع شغفك أنت كمان النهاردة، أنت بس محتاج إنه غيابه ما يخلّكش توقّف حياتك. شغف جميل، لكن ما تبنيش حياتك على شعور ممكن يتغيّر، ابنيها على حاجة تقدر تعملها حتى في الأيام اللي مش حاسس فيها بأي حاجة، وساعتها يمكن تكتشف إن الشغف ما كانش شرط من البداية، ولكن كان نتيجة إنك بدأت.